السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله عيد سعيد علينا وعلى كل الأمة العربية الإسلامية والعربية جميعا. كل سنة وانتم طيبين. هنتكلم النهاردة عن ماتش الزمالك والفيوتشر. طبعا الزمالك زي ما احنا عارفين اتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية. بصراحة الزمالك ملهوش يلعب ولا في أعياد ولا في رمضان ولا في أي مناسبة دينية ولا ثقافية ولا وطنية. الزمالك بيقدم ماتشات من أسوأ ماتشات اللي بيلعبها. صراحة مدرب فقير 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 من هنا للأسبوع الجاي، لا بعد العيد على طول. مدرب ملط، الصراحة ملط. مفيش، احنا مع المدرب ده ما شفناش أي حاجة، مفيش أي تطور للعيبة، مفيش. الحاجة الوحيدة اللي حصلت معاه ان هو بيمسك الكرة، وهو نفس برضو اوسيريو والحاجات ديت. بس ده معاه لعيبة ازود بقى، ولاعيبة مهارية ولاعيبة كويسة يعني. غير اوسيريو كان معاه الرؤى والسيسي والاشكال دي. فمفيش اي تطور في اللعيبة، حتى حراس المرمى واجعين خالص. الزمالك لازم أن يتدخل، لا اما يشيل المدرب، لا اما يجيب مدرب حراس مرمى خاص بالنادي، بعيد عن المدرب وعن مدرب حراس المرمى اللي معاه. صراحة الزمالك مفيش اللعيبة، فيوتشر واقف، مفيش أي حلول، مفيش. المدرب مصمم إن هو مثلا يلعب عرضيات، ومفيش تكملة. مفيش تكملة، مفيش حد بيكمل خالص في منطقة الجزاء. كذا مرة فتوح وعمر جابر يخشوا، مفيش تكملة، مفيش تسديد، مفيش عنده حلول تسديد. الوان تو يعني الهدف الوحيد اللي دخلناه بأحمد حمدي مجهود فردي، مجهود فردي خالص. انما المدرب له بصمة، مش له بصمة واضحة نهائيا يعني. حتى اللعيبة اللي كانت فاجئة قبل ما هو يوصل زي شلبي وكده نزل. مفيش تطور في الجزيري، مفيش. يعني الوحيد اللي شكله حلو اليومين دول، بس مش من قبل ما يجي هو كمان، حسام عبد المجيد السنة دي كويس جدا الصراحة. بحب أحيي محمد شحاتة، قلب وسط الملعب المتألق. الناس، أنا بس مش عايز الناس بس تشوف محمد شحاتة بعين، إن هما يشوفوا إمام عاشور. إمام عاشور مختلف تماما. إمام عاشور كان جاي جناح، ولما فشل إن هو يلعب جناح وما عرفش ياخد مكان أو حتى احتياطي. حتى احنا مش كنا مسجلين في بطولة أفريقيا أول ما يجي، مش سجلناهوش عشان مش كان له مكان في الأجنحة. يعني إمام عاشور كواليتي، ومحمد شحاتة كواليتي. ومحمد شحاتة هيبقى من أحسن خط وسط في مصر إن شاء الله. بكرة تقولوا محمد حمدي مكسب كبير جدا جدا لنادي الزمالك. غير كده مع دونجا حسام عبد المجيد، الاتنين دول شوية يعني، التلات أربع لعيبة دول هما اللي كانوا في الماتش. غير كده مفيش لعيبة خالص تستاهل الصراحة زيادة عن واحد من 10. لعيبة كان أداءها رديء رديء رديء. مدرب، لازم المدرب ده تقعد معاه الإدارة، تفهمه على الوضع، تفهمه إن هو يغير من فكره، من فهمه، من في حاجات كتير لازم تتغير في الفريق. لو عرفنا نغير المدرب خير وبركة والله بجد، لأن المدرب شكله مش هيعمل معانا أي حاجة. مدرب متواضع بطريقة فظيعة. فاحنا نشوف نجيب أي حد كده، لو واحد مصر حتى ممكن يعدينا. أنا بقترح لو جبنا فيريرا، مع إني أنا مش من موردين فيريرا يعني، بس ممكن فيريرا عارف الفريق وعارف النظام وبيعرف يعني. كان طلع لك نسخة رهيبة من الجزيري، مع ان كان معاه اشرف بن شرقي وزيزو وساسي. لا مش كان معاه ساسي، بس كان معاه الاجنحة اللي هي المتألقة دي، اللي هي بتسجل اهداف. بس كان معاه جزيري من الهدافين الدوري برضه وراهم. انما دلوقتي ما فيش ولا جزيري ولا اي حد. لو جبنا فريرة زي ما انا بقول 3 شهور يبقى كويس. ممكن نجيبه 3 شهور نعدي بيه المرحلة دي، وبعد كده نجيب مدرب سيفي قوي، حاجة محترمة يعني ليك بالسنة الجاية. يلا مش هطول عليكم، فضلا وليس أمر. يا ريت تشوفنا أول مرة يا ريت تشترك في القناة، تبخل علينا باللايك بتاعك الجميل، وتصلي على النبي في الكومنتات.